السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ايه رايكم بقى في العظمه دي؟ النهارده عامله لكم عظمه يا جماعه، عامله لكم خبيزه من روايح كده زمن جميل جميل كده، من روايح امهاتنا كده، ربنا يرحم الجميع يا رب. عايزه اقول لكم بصوا، طبق خبيزه ما يعلاش عليه، الريحه كانت بصوا قلب الدنيا، وطعمه اللهم بارك. عايزين حد يقومنا النهارده، احنا بناكل، عايزين حد يقومنا من على الاكل، بالذات بقى كمان بالعيش المحمص ده بقى له طعم تاني. تحفة جدا جدا الخبزة دي يا جماعة، محدش يقول خبزة ايه ويا ومش الخبزة تحفة جدا جدا ولها فوائد لا تعد ولا تحصى. عايزة اقول لكم لو عملنا فيديو كامل كده لفوائد الخبزة مش هنكفيها حقها والله العظيم. يعني حلوة بالتئام الجروح، حلوة اللهم صل على النبي، لو حد عنده برد في صدره كده ولا حاجة جميلة جدا. بتعزز المناعة، يعني لها فوائد كتير جدا جدا. ادخلوا كده على اليوتيوب واكتبوا بس كده فوائد الخبيزة هتلاقوا ما شاء الله. تعالوا بقى نخش نشوف هنعملها مع بعض ازاي. قبل ما نخش على الوصفه ننتظر لايك والشير وتعالوا نسمي بسم الله. انا هنا بوريكم شكل ورقه الخبيزه. هو ورقه الخبيزه شكلها مميز كده، عامله زي الشمسيه كده، ورقتها مميزه. انا هنا دلوقتي بوريكم كمان ان في سلق، حزمه من السلق وحزمه من الكزبره الخضراء. انا قطفتها وغسلتها كويس جدا جدا جدا، مصفى كده، وطبق اكبر عومت مليته ميه وعومه وبقت معومه المصفى كده. اشيلها وادلق ميه لحد ما لقيت ميتها بقت زي الفل. هنا معايا زي ما انتم شايفين بصلايه مقطعها مكعبات، حبايه طماطم واحده، وقرنين فلفل ولاد حلال مصفي سبايسي جدا. هنا بقى الحله على النار ما فيهاش اي حاجه. هنزل كده بنص كميه الخبيزه بتاعتنا وكوبايه واحده بس من الميه، والطماطم والبصل والفلفل. ما تقولوش الحله صغيره يا جماعه ومش هتاخد الورق ما شاء الله كتير، لا بيتهيأ لكم هي دي الاوراق الخضراء دي مجرد ما بتشم السخونيه زي السبانخ كده، بتبقى بص مع الرش او في قلب الحله، مجرد ما تشم السخونيه تلاقيها هبطت كده في قلب الحله على طول. فانا كل ما تشم السخونيه وتنزل شويه اروح مزوده لحد ما خلصت كل الكميه اللي عندي. هنا هي زي ما انتم شايفين، بصوا شايفين دي كل الكميه هي بتتخلص ازاي. لسه كمان شويه لما تستوي وهتلاقوها بقى نزلت خالص كده في قلب الحله من تحت خالص. انا هسيبهم كده، انا بوريكم ان لسه فيها ميه اهي، زي ما انتم شايفين او شايفين ده، بوريكم ان فيها ميه. هسيبها بقى لحد ما تستوي خالص، وبعد ما تستوي هوريها لكم، اوريكم قلت خالص ازاي. شايفين بصوا الكميه بقت حاجه لا تذكر كده. انا ماسكه الحله بوريكم ان الحله بردت خالص، يعني اتاكدوا انها بردت عشان لما نضربها في الخلاط يعني لا قدر الله ما يحصلش اي حاجه الخلاط، او لو عندك هاند بلندر. لكن الهاند البلندر بتاعي بصراحه ربنا باظ مني وانا كنت بعمل فيه يعني بالعكس. المهم في شفشق الخلاط بقت بالشكل الجميل ده. في ناس بتخرطها بالمخرطه، وده على كل واحد على حسب ما اتعود، كل دار وليها مدار. انا عن نفسي انا بعملها زي ما طلعت لقيت امي الله يرحمها بتعملها، وكنت بحب اكلها من ايديها جدا، فانا عشان كده بعملها بنفس طريقتها، ربنا يرحمها يا رب. هنا بقى الحله على النار، نزلت فيها معلقه كبيره من السمنه، والا بقى لو سمنه بلدي. نزلت بيها بربع كوبايه من الرز مغسوله كويس ومصفيه كويس جدا جدا، عشان لو فيها اي ميه بتنزل في السمنه بيعمل تكتلات في بعضه كده، فانا عشان كده مصفيه شايفين، ولا تكتلات ولا اي حاجه. بعد كده انا محتاجه دي معلقه كبيره من الثوم، اخدت نص معلقه هنا على الرز واقلبهم مع بعض، وبقيه المعلقه كده انا هوريكم في الاخر اعمل بيها ايه. اول ما بلاقي الثوم بتاعنا بياخد لون ذهبي كده على طول، وريحه الثوم بتظهر معانا، انا بوريكم لونه الاضاءه بس مش باينه اللي هو لونه ذهبي، لكن هو كده ابتدى ياخد لون. على طول هنزل بوحدايه حبايه طماطم واحده بس، بشرطها بالمبشره واحده، مش كميه صلصه ولا حاجه، هي بس حبايه طماطم بشرطها بتدي كده تسكيره حلوه كده، زي ما بعمل كده الملوخيه الناشفه بالظبط. هنزل بيها كده على طول على الرز بتاعنا. بعد ما ياخد، انا مش عايزاه احمر الرز، لا انا بس بشوحه علشان يمسك نفسه كده، علشان خاطر لما ينزل في الخبيزه بتاعتنا ما يعجنش قوي في قلبيها. زي ما انتم شايفين دي حبايه طماطم كبيره كده انا بشرها بالمبشره، وهنزل كمان بمعلقه من الفلفل، ورشه من البهارات، ورشه بسيطه كده من السكر، وطبعا الملح مظبوط، ومرقه الدجاج، وزي ما انتم شايفين كده، واقلب كله مكعب مرقه حلو جدا جدا، بيخلي طعمها حلو قوي، بيديله تسكيره حلوه جدا. المهم اقلبهم مع بعض تقليبه كده، وبعد كده عندنا شوربه. عندنا شوربه، انا من عادتي لما بعمل فراخ او لما بعمل لحمه وعندي الشوربه مش هعمل بيها اي حاجه صراحه، انا بحطها في قلب كيس تلاجة وبعدين في الفريزر، يعني تنفعني في اي وقت انا احتجتها. طلعت كيس من التلاجة من الفريزر وغليته كده زي ما انتم شايفين، او لو انتوا كنت عامله لحمه بقى عليها ولا حاجه، بس هي اسمها بقى ايه، اكله كده بتاعت اكله اخر الشهر، فعشان كده بنسميها ايه، اكله
موفرة يعني موفرة. المهم زي ما انتم شايفين، اول ما ابتدت تغلي معانا الشوربة على طول، لا مش هسوي الرز في الشوربة ولا حاجة، انا بس لا اول ما هتغلي انزل بيها. انا عايزة الرز يستوي في الخبيزة عشان يشرب من طعم الخبيزة، مش عايزة اسويه في الشوربة ابدا. نزلت بالخبيزة زي ما انتم شايفين كده وهسيبها. ههدي النار عليها عشان الرز ما يلزقش في قلب الحلة من تحت، وعلى طول ايدي فيها كده من وقت للتاني. هنا بقى نص المعلقة بتاعت التوم التانية، معلقة من السمنة هنا صغيرة كده، نزلت فيها بالتوم. ونزلت فيها كده بحوالي نص معلقه من الكزبره الناشفه، وعلى وش الحله ما شاء الله. وهسيب شويه كده علشان احطهم على وش الطبق كده شكل جمالي مش اكتر يعني. الخبيزه ريحتها جايبه من اخر الدنيا، بصوا تحفه يا جماعه، والله نفسي تجربوها وتدوقوا طعمها. بجد بجد لو جربتها والله مش هتبطلوا تعملوها. وسهله وبسيطه، ما خدتش مننا اي حاجه. في ناس بتعمل مع الرز بتعمل بصلايه مع الرز، لكن انا صراحه ربنا بحبها توم زي ما انتم شايفين، وقلت لكم زي ما كانت ماما الله يرحمها بتعملها. وكل في الاول والاخر كل واحد زي ما بيحب يعملها يعملها. في النتيجه في الاخر اهم حاجه النتيجه، الطعم اللهم بارك، بيبقى حاجه كده تحفه جدا جدا. وحمصوا رغيفين عيش بقى كده وكلوا بالف هنا وشفا. ولو عجبكم الفيديو بتاعنا النهارده مش عايزاكم تنسوا اللايك والشير، لان الوصفه بتاعتنا النهارده فعلا طعمها تحفه جدا جدا. والله يا جماعه الخبيزه دي يعني روعه اللهم بارك. شايفين شكلها تحفه جدا ازاي. في ناس بتحبها خفيفه عن كده كمان، انتوا احرار بقى زي ما بتحبوها. عايزين تخففوها عن كده خففوها بشويه شوربه تاني، عايزين تسووها زي ما احنا بنحبها كده براحتكم. اقول لكم بقى السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ما تنسوناش في اللايك والشير. باي باي.